حقن التخسيس أكون وصلت للوزن المثالي بتاعي أو الوزن اللي أنا نفسي فيه، بلاقي نفسي رحت رجعت تاني بسرعة زدت في الوزن. أول حاجة إن أنا وقفت الحقن دي مرة واحدة. الحقن دي بتشتغل على ريسبتورز معينة جوه الجسم، الريسبتورز دي بتتحكم في الشبع، فإما اللي هو الحاجة اللي اسمها GLP-1 أو GIP، أو الحقن اللي بتشتغل على GLP-1 بس. دي هنتكلم عليها في فيديو تاني، هكلمكم فيها بالتفصيل وإيه أحسن نوع وكل واحد يفضل ليه أي نوع من الحقن دي. تاني حاجة ان انا باكل براحتي، انا لسه باكل جانك فود، ما غيرتش عاداتي الغذائيه، ما بقتش اشرب ميه، ما باخدش المالتي فيتامين بتاعي، ما عرفتش ايه النقص اللي عندي اللي كان مسبب لي مشاكل. انا خدت انه الحقن دي هي اللي هتنزلني في الوزن، مش عامل مساعد، فبالتالي اول لما بوقفها برجع ازيد تاني في الوزن لاني بقيت اكل عادي خالص، مفيش العامل المساعد اللي بيساعدني ان انا اشبع. تالت حاجة، كل جسم محتاج نسبة بروتين معينة، نشويات، دهون صحية، خضار، فاكهة، أنا ما دخلتهاش في الدايت أو في المراحل بتاعتي اللي أنا كنت باخد فيها الحقن، فبالتالي جسمي ما بياكلش كويس، الحرق بتاعه وقف، بزيد بسرعة جدا زي ما كان بيحصل في الأول. في مشكلة تانية إن أنا مش بلعب رياضة أو مش باخد كميات الأكل زي ما قلنا اللي إحنا محتاجينها. عدم وجود الرياضة، عدم وجود شرب مية، عدم وجود ان انا بصلح الهيلثي لايف بتاعتي او الحياة بتاعتي ان انا اعدلها او اساعد ان هي تتعدل، وانس ان انا وقفت كل الحاجات دي بترجع تزيد، وكمان ساعات بتزيد اكتر من العادي، وكمان الحرق بتاعي بيضعف، وكمان ناس كتير قوي او اللي بسمعه كتير قوي من الناس اللي عملت ده مع نفسها انه ابتدت العضلات تنزل منها جامد، فالحرق ابتدى ينزل، ففي ترهلات كتير في جسمها، ودي مشكلة كبيرة جدا. الحل، اول حاجة لو ناوي تاخد الحقن، اول حاجة لازم تعمل تحاليل تطمن ان كل حاجة تمام، الغدة، السكر ايه اخباره، كل التفاصيل دي. كده كده لما تبتدي دايت لازم تعمل شوية تحاليل بنطلبها منك في الاول عشان اطمن ان كل حاجة زي الفل. لو في مشكلة في الغدة فانت هيبقى مشكلة صعبة جدا ان انت تبتدي تاخد الحقن دي، لازم ترجع لدكتور، لازم تعالج لو في علاج للغدة، ونبتدي نتكلم بعد كده. تاني حاجة، لو عندك سكر وبتاخد أدوية سكر أو أنسولين، لازم ترجع للدكتور اللي بتتابع معاه السكر بتاعك، عشان الحقن دي عبارة عن أدوية سكر بتعالج السكر، ما ينفعش تاخد الاتنين مع بعض، الدنيا هيحصل فيها بوظان. تالت حاجة، لازم نظام غذائي مخصوص ليك في كل مرحلة بتعدي منها حسب الجرعات اللي انت بتختارها او اللي انت بتمشي فيها، وكل اسبوع لازم تتابع وصلت لايه وايه النتيجة، هنعدل هنشيل، فما ينفعش تمشيها كده ايه اللهوي، ما ينفعش، لازم تبقى الموضوع مدروس. أي نوع حقن ده هنتكلم فيه، لأن دلوقتي بقى في نوعين موجودين في السوق، المونجارو والوجوفي، الاتنين ممتازين، بس ده لناس معينة وده لناس معينة، ودي هتكلم معاكم فيها بالتفاصيل الفيديو اللي جاي. لازم وانت بتاخد الحقن تعمل رياضة على قد ما تقدر، حتى بوزن الجسم، مش لازم تشترك في جيم، مش لازم أي حاجة، بس لازم تعدل من النظام الغذائي بتاعك، الهيلثي لايف بتاعتك، لازم تبقى فيه حياة صحية أكتر شوية عشان لما توقفها ما ترجعش تزيد تاني في الوزن. لازم تشرب مية كويس، لازم يبقى فيه فيتامينات، لأنه جسمنا غصب عننا مع التقدم في السن الفيتامينات والمعادن بتقل، فلازم باخد الحاجات دي أو بساعد الجسم إن هو يتحسن عشان يحرق معانا كويس وعشان يوصل للهدف بتاعه. رأيي الشخصي، قبل ما تبتدي تروح لفكرة الأدوية، امشي أو الحقن، امشي بنظام دايت معمول ليك مخصوص بسعرات معينة، بنسب بروتين ونشويات ودهون صحية وكل الحاجات اللي اتكلمنا فيها، خده امشي بيه شوية. لقيت ان انت مش قادر ومش نافع والجوع شديد وكل الحاجات مش نافعة فعلا، ابتدي دخل عامل مساعد معاك. عارف تمشي لوحدك، من فضلك ما تلجألهاش، من فضلك ما تلجألهاش. ليه؟ احسن حاجة النزول الطبيعي، بنتدرب مع بعض ننزل ازاي، الناس بتتعود، في ناس بطلت خلاص تاكل من بره، قللت خالص ما بقاش فارق معاها، بندخل كل العناصر الغذائية، مبسوطين بشكلهم واللبس بتاعهم وكل حاجة. فمن فضلك لو ينفع ان انت ما تعتمدش على الحقن او الادوية، ده هيكون احسن خيار ليك. ميرسي ليكم.